السلام عليكم، انا اسراء. عاملين ايه؟ اتمنى ان انتوا تكونوا بخير. فيديو النهارده هيكون عباره عن ازاي تحضري بشرتك قبل المكياج. قبل ما تحطي المكياج ايه اللي المفروض تعمليه؟ فلو انت عايزه تعرفي ايه اللي المفروض تعمليه قبل ما تحطي المكياج تابعي الفيديو لحد اخره. اول حاجه تستخدميها هو الغسول ينظف ويشيل كل الزيوت والاتربه اللي موجوده على بشرتك. الغسول اللي انا بستخدمه ده هو من نتروجينا، من مجموعة فيزيبل كلير على ما اعتقد. ده 2 في 1، قناع وغسول. الغسول كل يوم، اما القناع مرتين في الاسبوع. حلو جدا. اول ما تستخدميه احتمال ينشف بشرتك شوية، لكن بعد كده بشرتك تتعود عليه فيبقى حلو جدا. مع الترطيب هيبقى ممتاز جدا، وهو تقريبا يعني بيشيل الحبوب. ف بيشيل فعلا، يعني هو وظيفته ان هو بيشيل الحبوب، فهو وظيفته بيعمل وظيفته فعلا وبيشيل الحبوب، وحلو جدا. انصح بيه اي حد. هو سعره غالي شوية لكن منه فيه يعني ب60 جنيه هو تقريبا. بعد كده نيجي للمرحلة التانية اللي هو المقشر اللي انا بستخدم من هيمالايا. مكتوب عليه غسول الوجه اليومي لتقشير البشرة. اي غسول، اي حاجة، اي مقشر، اي حاجة فيها حبيبات ما تستخدميهاش كل يوم ايا كان، حتى لو مكتوب عليها يومي برضو لا، لان هو يعني بينظف البشرة بعمق فهيقشر لك اوي البشرة. فانصحك يعني ما تغسليش بشرتك كل يوم. ده لجميع انواع البشرة. فلو انت مش عارفة ايه نوع بشرتك، دهنية ولا جافة ولا مختلطة، هيبقى كويس جدا. ده بالمشمش. وحاجة تاني زي ما بقولك تغسلي بيه وشك كله، ما عدا منطقة العين طبعا عشان هي حساسة ورقيقة. وبعد كده يعني اهم حاجه انك تغسلي بالراحه، لان هو الحبيبات بتاعته شويه خشنه، مش خشنه قوي، بس هو حلو جدا ويعني شغال معايا وبيخلي بشرتي ناعمه جدا. وبيشيل فعلا كل الاتربه. يعني بعد كده بقى بستخدم التونر او ميه الورد. مش بلاقي اي حاجه على وشي، يعني مش بلاقي مزيت او في شويه تراب، لا. فهو حلو جدا وانا انصح بيه اي حد، لان هو فعلا جميع انواع البشرة. وهو بسعره 44 جنيه تقريبا، يعني من 44، يعني من 40 ل45. بعد كده تيجي مرحلة التونر او مية الورد. هما الاتنين بيعملوا على اغلاق المسام، ودي حاجة مهمة جدا ان مسام تكون يعني مقفولة قبل ما تحط المكياج عشان المكياج ما يخشش المسام. التونر اللي انا بستخدمه من اوريفليم. التونر ده عجبني لحد دلوقتي وهو حلو جدا وبينظف فعلا. يعني انا لما بعمل بالقطنه مش بلاقي فيه اي اتربه ولا اي حاجه. ميه الورد من ايفون حلوه جدا وبتريح بشرتي وبترطبها شويه. بعد كده تيجي مرحله المرطب اللي انا بستخدمه من كلين اند كلير. المرطب ده اللي عجبني فيه ان هو يعني تقريبا مزدوج الفعاليه مكتوب عليه، فان هو بيرطب وان هو برضو بيساعد على الحبوب، بيساعد على اخفاء الحبوب وكده. فعجبني ومريحني. وعجبني ان هو لما بيدهن، يعني هو بيرطب بس مش بيدهن. يعني في مرطبات انا كنت بستخدمها قبل كده، يعني تحس ان هو بيدهن وشك. مش عارفه ليه، يعني الدهون زايده. عشان انا بشرتي دهنيه، وايا كان بشرتك دهنيه او مش دهنيه لازم ترطبي. ايا كان مش مهم، لازم ترطبي. علشان لما بترطبي ده يعني هي البشرة الدهنية بتطلع الدهون علشان انتي مش بترطبي، فانتي لازم ترطبي. بعد كده بستخدم الكريم ده من كريم النهار بتاعي من جارنيه. عملت ريفيو كامل عنه، عجبني جدا ومريحني. اللي عجبني فيه ان هو فيه SPF، يعني فيه واقي من الشمس. اي نعم 17 مش كتير قوي بس انا بحبه. وهو بيريح بشرتي، بيخليها كده مشرقة وهادية جدا زي ما هو مكتوب. هو اللي هو كريم النهار اللي هو فاتح ومشرق. بعد كده بتيجي اخر خطوة اللي هي البرايمر اللي انا بستخدمه ده انا عملته في البيت. الاتنين دول ايا كان مية الورد والجليسرين او العلبة. بحط الاول اللي هو اللي في العلبة. حلو جدا وبيثبت المكياج لمدة حوالي 5 ساعات ل6 ساعات يعني، فعجبني ومريحني. اما مية الورد بحطها قبل وبعد. بحطها قبل علشان برضو يثبت المكياج لان فيه جليسرين، فالجليسرين بيثبت المكياج كويس. وبعد علشان مية الورد تقفل وتاخد البودر الكتيرة اللي حطها على وشي. عاجبني هما الاتنين بيدوني كده منظر لوشي بيلمع كده بطريقة حلوة، فعجبني جدا. بس هو ده كان فيديو النهاردة. اتمنى ان هو يكون عجبكم. لو عجبكم متنسوش تعملوا اعجاب واشتراك في القناة علشان يوصلكوا كل جديد. انا اسراء واشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم.